صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهاردة هنعمل منيو الأسبوع، حلو وحادق. هنا احنا عندنا بسكوت بالتمر. ده تمر، حطيت عليه شوية زيت، عجوة جاهزة، مش ما جبتش تمر وفرمته كده، بتبقى فيه أكياس جاهزة. بنقعد ندعك فيها لحد ما تلين، وبنعملها زي كور صغيرة كده أجزاء على أساس إنها تبقى جاهزة للحشو. ده تقريبا كان كيلو عجوة. هنا أنا لقيتها لسه محتاجة إنها تطرى شوية، فجمعتهم تاني وقعدت أدعك فيهم. ما بنحطهاش على النار ولا حاجة، بنفضل ندعك فيها مع حرارة الإيد كده بتطرى، وبنقدر نشكلها. بنعمل الكمية كده كلها على أساس تبقى جاهزة إن احنا مجرد ما نجهز العجينة نشتغل فيها على طول. طبعا احنا بنجهز العجوة وبنحطها على جنب علشان نجهز العجينة. دي الكمية كلها جهزتها انها تبقى اجزاء صغيرة، وحطيتها في طبق. دي الكمية اللي عملها الكيلو. ممكن واحنا في الحشو بنحشي لو لقيناها كبيرة شوية ناخد منها قطعة. وهنا هو هنستخدم الخلاط في المكونات. هنا الدقيق ده منخل، بننخل الدقيق. لو عندنا منخل أكبر من كده برضو كله ماشي يعني، بس دوت اللي كان متاح عندي في الوقت ده. احنا هنشتغل على حسب كمية الدقيق اللي هتحتاجها العجينة، يعني ممكن كوبايتين 3 كوبايات دقيق، على حسب ما احنا العجينة هتلم معانا. هنا في الخلاط هنحط زيت، تقريبا كوباية الا ربع. المكونات بيض ودقيق وسكر وفانيليا عشان البيض طبعا. يعني زيت وسكر وبيض، تقريبا 3 بيضات للكمية اللي احنا هنعملها. لو حابين البسكوت حالي شوية، دولت 4 بيضات. يعني في الخلاط هنحط الدقيق، سوري، هنحط السكر والزيت والبيض والفانيليا ونضربهم في الخلاط. هنا بقول لكم دي معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة فانيليا، لأن الفانيليا لما بنزودها بتدي مرارة كده في الرز بلبن. لو بنستخدمها في الحلويات برضو بيبقى ليها نكهة قوية مع لذعة كده. وهنشغل الخلاط.
دي بالنسبة للسوائل. يبقى الدقيق بننخله، والمكونات في الخلاط. المكونات عندنا زيت وبيض وسكر وفانيليا. بنقعد نقلب فيها لحد حطينا بيكنج باودر معلقة كبيرة على كوبايتين ونص دقيق أو 3 كوبايات دقيق. هنا بنلم العجينة بإيدينا. بنفضل يعني بنلمها، مش عجن. بنلم العجينة لحد ما تشكل عجينة متماسكة، وبنشتغل فيها على طول عشان هي مفيهاش خميرة. ده بسكوت بالتمر بالبيكنج باودر. هنا بقول لكم العجينة جهزت. طبعا احنا ما عندناش سوائل ولا لبن ولا ميه. احنا السائل عندنا كان الزيت والبيض، هي دي السوائل. بناخد قطعة من العجينة وبنحط فيها الحشوة. انا حطيت تحتها ورق زبدة، وبظهر السكينة كده بنعمل فيها شرايح. بندخلها الفرن، بنراقبها. لو احتاجت الشواية شوية اوكي. ده زي بسكوت التمر اللي بتشتروه من بره بالظبط. ودي كانت النتيجة النهائية لبسكويت التمر. ينفع مع شاي بلبن، ينفع فطار، ينفع سناك كده الواحد في وسط اليوم كده ياخد له واحدة في الشغل أو حاجة. مكوناته جميلة وسهلة، والفانيليا عاملة ريحة حلوة قوي في العجينة. بسكوت مش مفهوش أي سوائل غير البيض والزيت. مفهوش لبن ولا أي سوائل، ولا مية ولا لبن. ده كان مديني نتيجة حلوة في العجينة. وبالبيكنج باودر مفيهاش خميرة يعني. دي الوصفة التانية. مكرونة بالبشاميل. فهنا بنجيب لحمة مفرومة، النوع اللي انتوا بتستخدموه، وبصل. بصل بنقطعه خشن شوية أو بنفرمه خشن شوية، مش ناعم قوي. هنا ملح وفلفل. وممكن انا بحط شوية زيت. ليه؟ لان اللحمة فيها دسم. وبنغطيها وبنوطي النار لحد ما تبدأ انها تفك معانا ونشتغل بيها على طول. دول تقريبا كيسين مكرونة، كيس 400 جرام. لما بنيجي نعمل مكرونة بالبشاميل بنشتغل كله في وقت واحد. ازاي؟ يعني انا بعمل العصاج وبسلق المكرونة وبعمل الكريمة على اساس ان احنا نخلص، لكن مش بعمل حاجة ورا حاجة عشان كله يبقى سخن ويخش الفرن. ما تاخدش مننا وقت. هنا انا ما بحطش صلصة عليها. انا ما بحطش صلصة على العصاج بتاع المكرونة. يعني هي بتستوي في البصل، لان احنا بنحط كمية بصل كويسة يعني فوق 3 4 بصلات كده. هنا ده العصاج.
يبقى انا شغالة دلوقتي على النار على المكرونة بتتسلق والعصاج بيتعمل، ودي المكونات اللي انا هحطها على البشاميل. كمية سمنة كويسة، وبرضو بنحط عليها نسبة زيت، او ده حليب. بستنى الزيت والسمنة يسيحوا مع بعض، وبننزل بالدقيق. يعني هنقول مثلا 4 5 معالق سمنة، عليهم 6 معالق دقيق، وبنقعد نقلبهم. هنا ما شاء الله يعني بنحط معالق كبيرة، معالق أكل. فأنا بصراحة مش بنعد، يعني احنا بنحط على حسب بالنظر كده. يعني أنا دلوقتي هقلب، واشوف لو احتاجت مني دقيق تاني هضيف. برضو انا بحب اقول لكم ان احنا لما بنيجي نشتغل في المكرونه بالبشاميل بالذات، كله بيبقى شغال في وقت واحد. يعني بتسلقي المكرونه، وبتعملي العصاج، وبتعملي البشاميل. هنا حسيت انها محتاجه معلقه دقيق تاني بضيف، على اساس انها ما تبقاش الدسم فيها عالي والدقيق قليل فيها. فانا بشوف ممكن كل شويه اضيف معلقه دقيق على حسب. هنا برضو ضفت معلقه دقيق. الكمية ديت بتعمل معايا صينيتين، واحدة صغيرة وواحدة وسط. يعني كيلو لحمة مع كيلو مكرونة مع لتر حليب، وبنزيد مية أو شوربة لو عندنا. هنا شايفين لو تلاحظوا معايا الدقيق بيغلي في المادة الدهنية. مش بحطه كله مرة واحدة عشان يكلكع ومش عارفين نفكه ازاي. فالطريقة ديت بتخليني أضيف على حسب الاحتياج. يعني أنا شايفة القوام كده لأ محتاج، بضيف معلقة. شفته كده خلاص. حسيت إن القوام بتاعها والدقيق استوى معايا في المادة الدهنية، وبضيف مكعبات مرق. آه، ده أساسي في الطعام. يعني في ناس بتستخدمها وفي ناس ما بتستخدمهاش، بس أنا بستخدمها لأنها بتدي طعم حلو للأكل. وفي حال استخدام المرقة ما بحطش ملح خالص في الأكل، لأنها فيها كل التوابل والطعم والملح وكده. هنا نشوف إن حتى مكعبات المرق ذابت فيها، أو ممكن بدوبها في كوباية مية مغلية وبحطها في الآخر. بس هنا في مجال إنها بتدوب. هنا بحط حليب كامل الدسم، لأن الوصفة مش عايزة لبن خالي الدسم وكده، لأنها بناكلها مرة كل فين وفين يعني. لو متاح عندك حليب بزيادة حطي حليب تاني. بنقلب الحليب بارد طبعا. بنفضل نقلب، ولو كترت منك حطي في الهاند بلندر
وشغليها شوية بتفك. عفوا. بنأكد برضو ان احنا في اعداد المكرونة بالبشاميل، هنا دي مية مغلية عادي خالص. ولو عندك شوية شوربة حلوين كده ممكن تصفيهم كويس وتحطيهم. لازم لو في شوربة نصفيها كويس. لما نيجي نعمل مكرونة بالبشاميل، اتفقنا ان احنا بنشتغل في كله في وقت واحد علشان تخش الفرن وهي سخنة. يعني ما ينفعش اسلق المكرونة واركنها، اعمل العصاج واركنه، اعمل البشاميل واركنه. لا، بيبقى قلبنا حامي كده ونشتغل فيها على طول في وقت واحد. هنا بنفضل نقلب فيها. انا ما بحطش بيض جوه البشاميل نفسه، انا بحط على الوش او جبنة للي حابب. هنا مية مغلية عادي جدا بنحطها، بس مش مية ساقعة اكيد يعني. بنشوف على حسب المكرونة. لان ضروري البشاميل يبقى زيادة شوية عشان بنستخدمه في القاع وبنستخدمه على الوش، وممكن في طبقة الوسط على اللحمة المفرومة بنحط شوية. هو ده أسهل طريقة للبشاميل. أنا بستخدم معاه قشطة كمان، القشطة بتاعت الحلويات ديت عندي علبة بستخدمها. هنا خلاص ده القوام بتاع البشاميل اللي معايا. حطيت شوية فلفل اسود، وهنا دي قشطة علبة كده. انا بدوبها على دي اخر مرحلة. بتدي دسامة ونكهة حلوة وريحة حلوة للبشاميل وطعم غني. بنقلبها لحد ما تدوب القشطة فيها. مش بستخدم قشطة بتاعت وش اللبن لا، دي القشطة بتاعت الحلويات، ان احنا ممكن ناكلها مع عسل مثلا، نحط عليها مربى. هو ده نوع القشطة اللي انا بتكلم عليه. هنا دابت خلاص، بنرفع عن النار. كده البشاميل عندي استوى والمكرونة شغالة فيها والعصاج كمان. هنا ما بحط الزيت مع المكرونة، مية وملح بس. نسبة الملح بتبقى ظاهرة شوية. وبنصفي المكرونة. هنا بقول لكم دي 3 4 حبات طماطم مضروبة في الخلاط بدون أي إضافات. دي والمكرونة سخنة بضيف عليها، لأني أنا دي الحركة دي بتسكر المكروناية نفسها. طعم الطماطم الفريش حلو مع العصاج